يعني هتبيع بكام؟ تعال اقول لك بتتحسب ازاي لو عندك بيزنس وعايز تسعر المنتج او الخدمه. اسمها استراتيجيه التسعير. واحد، تكلفه الانتاج او تقديم الخدمه، وانت بتحدد السعر، وده بيشمل انك بتحسب كل التكاليف المباشره زي الموارد والعماله، وغير المباشره زي المصاريف العامه والتكاليف التسويق. اتنين، تفهم العملاء والسلوك الشرائي بتاعهم واستعدادهم للدفع، وده واحد من اهم مفاتيح تحديد السعر المناسب. 3، تحليل استراتيجيه التسعير للمنافسين. ازاي المنافسين بيحددوا السعر بتاعهم وبناء على ايه علشان تقدر تنافس. 4، العرض والطلب وحجم الطلب الاجمالي على المنتج او الخدمه ودرجه المنافسه على السعر ده في السوق. 5، هامش الربح، انك تحدد سعر يعمل هامش ربح. 6، لو عندك ميزه بتقدمها في المنتج او الخدمه للعملاء هتعمل حسابها في التسعير. 7، مراعاه سعر تكلفه اداره المبيعات والتسويق لتوصيل الخدمه او المنتج للمستهلك. 8، ودي اهم نقطه، المرونة في استراتيجية التسعير، يعني قابلية التسعير ده للتغييرات اللي ممكن تحصل في التكاليف وتسعير المنافسين والعرض والطلب وارتفاع وانخفاض الأسعار في السوق.